السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تالتة إعدادي. تعالوا بقى النهاردة هنحل النموذج التاني مع بعض. أول حاجة بيقول لي تعريف السرعة، وعايز تعريف العجلة، وعايز تعريف الإخصاب، وعايز تعريف الكون. طيب تعالوا واحدة واحدة بقى كده مع بعض، نجيب ورقة وقلم وتعالوا نعمل مع بعض التعريفات دي. أول حاجة لما يجي يقول لي السرعة هي عبارة عن إيه؟ أقول له دي المسافة التي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن. ده كده لما يجي يقول لي ايه، انا عايز تعريف السرعة، يبقى السرعة هي المسافة اللي بيقطعها الجسم خلال وحدة الزمن. طب ممكن نجيبها عن طريق القانون بتاعنا اهو. عندنا هنا ف وعين وزين. لما اكون انا عايزة الف بعمل ايه؟ بضرب الايه العين في الزين. يعني ايه العين؟ يعني السرعة في الايه؟ في الزمن. طب انا اكون عايزة ايه؟ عايزة العين اللي هي السرعة، بقسم الفيه على الايه؟ على الزين. تمام؟ المسافة على الزمن. وقلنا قبل كده في الايه؟ في النموذج الاولاني ان وحدة قياس المسافة المتر، وحدة قياس السرعة متر لكل ثانية، وحدة قياس الزمن ثانية اللي هو الساعة. تمام؟ يلا تعالوا بقى مع بعض نشوف التعريف التاني. قال لي التعريف التاني انا عايز تعريف العجلة. ايه هي العجلة؟ تعريف العجلة احنا قلناها برضو، ده مقدار التغير في سرعة الجسم خلال وحدة الزمن. مش عايزين نتلخبط بين السرعة وبين العجلة. يبقى عندي مقدار تغير في سرعة الجسم، ده تغير في سرعة الجسم اللي هو القانون اللي احنا عارفينه اهو، اكتبه لكم قدامكم برضه عشان تبقوا عارفينه، اللي هو ايه؟ دلتا عين يعني التغير في السرعة، وجيم اللي هي العجلة والزين. تمام؟ طيب تعالوا نشوف التعريف الثالث. قال لي انا عايز اعرف يعني ايه الاخصاب. قال لي الاخصاب ده اللي هو ايه؟ قال لي ده اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث. اهم حاجة ليه؟ اقول له لتكوين الزيجوت اللي هو الايه؟ الجنين. ده كده لما يجي يقول لي ايه هو الايه؟ الاخصاب. يبقى كده احنا قلنا السرعه مسافه اللي بيقطعها الجسم خلال وحده الزمن، قلنا العجله مقدار التغير في سرعه الجسم خلال وحده الزمن، قلنا الاخصاب اندماج مشيج مذكر مع المشيج المؤنث عشان يكون الايه؟ الزيجوت. تمام؟ تعالوا نشوف الكون. انا عايز تعريف الكون. قال لي ده ايه؟ اقول له ده الفضاء الواسع يضم مجرات ونجوم وكواكب وأقمار. ده كده اللي هو مين؟ ده كده الكون. يبقى لما اجي اقول له انا عايزه الايه؟ اعرف يعني ايه الكون، اقول له ده الفضاء الواسع اللي بيضم المجرات والنجوم والكواكب والايه؟ والاقمار. تمام؟ يلا نخش على السؤال اللي بعده. علل. قال لي ايه؟ السرعه المنتظمه لسياره ما بيصعب تحقيقها، او يصعب ايه؟ تحقيقها عمليا. ليه السياره المنتظمه بيصعب للسياره ما ليصعب تحقيقها عمليا؟ عشان ايه؟ اول حاجه عشان نبقى عارفين يعني الايه؟ الطريق بيتغير من مثلا من وقت الظهر لوقت العصر لوقت ايه؟ المغرب. الطريق بيتغير. تمام؟ يبقى هنا لما يجي يقول لي ليه السرعه بتتغير، اقول له ايه؟ اقول له بتتغير لانها تتغير حسب احوال الطريق. يبقى السرعه ليه؟ اقول له ايه؟ ان السرعه بتتغير حسب احوال مين؟ الطريق. ده كده اجابه السؤال الاولاني لما بيقول لنا ان السرعه منتظمه ليه بيصعب تحقيقها عمليا. طيب هنا السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ بيبدو السياره المتحركه بسرعه ما لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس الاتجاه. ركز بقى معايا. قال لي طالما قال لي نفس السرعه ونفس الاتجاه، الاتنين وكانها ساكنه. اقول له ايه؟ لان السرعة النسبية مالها؟ السرعة النسبية مالها؟ بتساوي الفرق بين
السرعتين بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. يبقى الفرق بين السرعتين بيساوي ايه؟ صفر. ده كده لما يجي يقول لي لما بتتحرك بنفس السرعة وبنفس الاتجاه، يبقى الفرق بين السرعتين يعني بنطرح السرعة دي ناقص نفس السرعة عشان يدينا ايه؟ صفر. طب السؤال الثالث بيقول لي ايه؟ يعالج طول النظر باستخدام عدسة محدبة. طبعا احنا قلناها برضو العدسة المحدبة والعدسة المقعرة، نقولها تاني. يعالج طول النظر باستخدام عدسة محدبة لأن العدسة المحدبة تجمع الأشعة قبل دخولها إلى العين. يبقى بيتجمع الأشعة قبل دخولها إلى الإيه؟ إلى العين. برضو لسه هنكمل لكي يرى الأجسام القريبة بوضوح، عشان يشوف الإيه؟ الأجسام القريبة إيه؟ بوضوح. بيوجد إيه؟ السؤال الرابع، يوجد للعدسة مركزي تقور م1 وم2. طيب السؤال ده من الأسئلة برضو المهمة. ليه بيوجد للعدسة مركزين؟ أقول له لأن لها سطحين كريان. عشان ليها سطحين كريان، يعني ايه كريان؟ يعني كاسران. يبقى ليها سطحين كاسران، عشان كده ديت بيبقى ليها ايه؟ مركزين. طب يجي يقول لنا نفس السؤال لو جالنا قال لنا يوجد للمرآة مركز تقور واحد. ليه ليها مركز تقور واحد؟ اقول له لان ليها ايه؟ سطح كري واحد. تمام؟ ده كده السؤال الرابع لعلي. تعالوا نخش على أكمل. بيقول لي إيه؟ بتتكون المادة الوراثية في نواة الخلية من عدد من إيه؟ طبعا عدد إيه؟ أقول له طبعا عدد إيه؟ من الكروموسومات. يبقى أنا عندي أول حاجة طالما قال لي مادة وراثية يبقى عدد الإيه؟ الكروموسومات. تمام؟ طيب قال لي عندي السؤال الثاني اللي هو إيه؟ قال لي عندنا بيقول لنا من صور التكاثر الايه؟ الجنسي اللاجنسي. تمام، تعالوا بقى نشوف من صور التكاثر اللاجنسي بيبقى ايه. اول حاجه لو هو ما حددليش، لو حدد لي زي هنا قال لي التبرعم فطر ايه؟ او له فطر الخميره. طب تعالوا نشوف الاول التكاثر اللاجنسي صوره ايه. قال لي عندي اللي هو ايه؟ التبرعم. تمام، عندي التجدد. تمام، عندي كمان اللي هو الايه؟ التكاثر الخضري، وعندي كمان التكاثر بالايه؟ بالجراثيم. طب يبقى عندي لما يجي يقول لنا من صور التكاثر اللاجنسي تبرعم، تجدد، خضري، وايه؟ والجراثيم. طب لما يجي يقول لي طب التبرعم عايز الامثله بتاعته، اقول له فطر الخميره. طب التجدد اقول له مين؟ اقول له ده نجم الايه؟ نجم البحر. طب قال لي الخضري اللي هو ايه؟ اي حاجه ايه؟ ما فيهاش بذور. طب قال لي الجراثيم عن طريق مين؟ عن طريق فطر عفن الايه؟ الخبز. تمام، ادي كده لما يجي يقول لنا عن انواع التكاثر اللاجنسي، قلت التبرعم والتجدد والخضري والايه؟ والجراثيم. وكمان عندي كمان الانشطار الثنائي. يبقى عندي الانشطار الثنائي الامثله بتاعته عندي مين ومين؟ قال لي الاميبا، البرماسيوم، واليوجلينا. تمام، ده كده لما يجي يقول لنا عن مين؟ عن الانشطار الايه؟ الثنائي. كده يا حبايب قلبي انا قدرت ان انا اقول لكم واوصل لكم المعلومه كامله، عشان لو جالنا قال لنا اي حاجه في فطر الخميره او التبرعم او التجدد او التكاثر بالايه؟ بالجراثيم، كده عرفنا كل الايه؟ انواع او صور التكاثر. طيب تعالوا نشوف عندنا كمان قال لي ايه السؤال اللي بعده. تترتب ازواج الكروموسومات. تمام، في الطور الاستوائي الاول على خط ايه؟ طالما قال لي كروموسومات وطور استوائي يبقى هتكون على خط ايه؟ خط الاستواء. برافو عليكم، يبقى على خط الايه؟ الاستواء. دي كده ايه الاجابه. طيب عندنا السؤال اللي بعديه بيقول لي ايه؟ قال لي عندنا صاحب نظريه السديم في نشأة المجموعه الشمسيه هو العالم مين؟ طيب انا عايزه بس ايه؟ افسر لكم كام ايه الثلاث نظريات اللي عندنا، عشان كل واحد ليها عالم، ومش عايزاكم تتلخبطوا فيها وما تنسوهاش.
عندنا صاحب نظرية الايه السديم العالم لابلاس، أما صاحب نظرية النجم العابر اللي هو ايه العالمين اللي هو ايه تشامبرلين ومولتن. أما عندنا صاحب اللي هي عندي آخر حاجة صاحب النظرية الايه الحديثة اللي هو مين؟ قال لي فريد هويل. يبقى دول الثلاثة دول نبقى عارفينهم كويس قوي. يبقى نظرية السديم يبقى عندي العالم ايه العالم لابلاس، اما نظرية النجم الايه العابر تشامبرلين ومولتن، اما النظرية الحديثة اللي هو فريد هويل. دول كده الثلاث نظريات مهمين جدا، طبعا تملي بتجينا في الامتحانات وهنشوفها كتير قدامنا. تعالوا بقى نشوف الايه الامتحان، نكمل بقية الامتحان. عندنا هنا أكمل الرسم المقابل بحيث تحصل على صورة تقديرية معتدلة مكبرة للجسم ده. طيب تعالوا نشوف هنا، قال لنا هنا تقديرية معتدلة مكبرة، يبقى ديت العدسة المحدبة. تعالوا بقى يلا نرسم العدسة المحدبة ونشوف. طبعا ديت العدسة، وهنا ديت النقطة اللي هو المركز اللي هو البصري العدسة. ده هنا الخط المحور الأصلي. تمام. أول حاجة بنرسم البؤرة، بعد كده المركز. تمام. وهنا برضو البؤرة وبعد كده المركز. دي أول خطوة. طب هو قال لي دلوقتي بتكون امتى تقديرية معتدلة؟ لما بتكون تقديرية معتدلة مكبرة بيكون قال لي بتكون الصورة بعد المركز. دي كده اللي هي الصورة. تمام. طب اما الجسم بيكون فين؟ قال لي الجسم بيكون قبل البؤرة. الجسم بيكون قبل قبل البؤرة اهو، بيكون ده هنا الجسم، هكتب عليه ان ده الجسم. يبقى الصورة بعد المركز والجسم قبل قبل البؤرة. طب احنا عارفين ان كده بيحصل للجسم، الجسم طبعا بيوازي المحور الاصلي اللي احنا عارفينه، ولازم يمر بمين؟ لازم يمر بالبؤرة، الشعاع بتاعه لازم يمر بالبؤرة. تمام. وهنا هيمر بمين؟ بالجسم. طبعا الشعاع هيمتد ويمر بالجسم. طبعا احنا الرسمة بنرسمها برسمها معاكم كروكي بس عشان انا ماسكه التليفون. والخط التاني لازم يمر بمين؟ لازم يمر بالبؤرة اهو، لازم يمر بالبؤرة. طيب ده كده لما يجي يقول لنا عن الرسمه، طبعا احنا بنرسمها بالمسطره والقلم الرصاص كويس قوي علشان تقدروا ان انتوا تاخدوا الدرجه كامله فيها. يبقى ده كده لما يجي يقول لنا عن مين؟ عن الرسمه بتاعت التقديريه المعتدله المكبره للعدسه المحدبه. طب السؤال اللي بعده بيقول لي بيعتبر التقصر مين مصدر للتغير الوراثي؟ مصدر للتغير الوراثي، يعني في تغير وراثي احنا قلنا قبل كده في النموذج الاولاني بيكون تقاصر جنسي. اما اللي هو الفرد الابوي ده كده تقاصر لا جنسي، وقلنا قبل كده في النموذج الاولاني. وعارفين ان التقاصر الجنسي بيكون انقسام ميوزي، اما التقاصر اللا جنسي بيكون انقسام ميتوزي. طيب السؤال اللي بعده يبقى هنقول الإجابة اللي هو رقم ج، التقاصر الجنسي. طيب قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها بيعرف بإيه؟ الأجزاء المفقودة اللي نقدر إن احنا نجددها تاني اللي هو عن طريق اللي هو التجدد. يبقى الأجزاء المفقودة اللي نقدر نجددها اللي هو عن طريق التجدد، يبقى يعرف بمين؟ بالتجدد. طيب اللي بعده قال لي من الكميات الفيزيائية القياسية. طب تعالوا بقى طالما دخلنا على الفيزيائية القياسية نعمل تعريفين ليهم بالظبط عشان نبقى عارفين. يبقى كده قدرت ان انا الم لكم المنهج بتاع العلوم. قال لي الكميات القياسية، وهنا هعمل الكميات المتجهة. تمام. قال لي الكميات القياسية اللي هي قال لي دي بيعرف او يلزم يلزم لمعرفة مين؟ مقدارها فقط. دي كده القياسية. طب امال اللي هي المتجهة يلزم لمعرفة مقدارها واتجاهها. تمام.
طيب اللي بعده قال لي عندنا كمان الايه الامثله، الامثله بتاعت الكميات القياسيه والامثله بتاعت الكميات المتجهه. حلو قوي، لازم نبقى عارفينها ان الكميات القياسيه اللي بتتقاس عندي الكتله، عندي الكثافه، عندي الطول، عندي الزمن، تمام، عندي المساحه. كل الحاجات دي كلها من الكميات الايه القياسيه. طب امال لما يجي يقول لي الكميات المتجهه اللي بتبقى ايه تعرف اتجاهها ومقدارها؟ قال لي الازاحه، قال لي القوه، العجله، تمام. عندي كمان قال لي ايه السرعه المتجهه، وهنا عندي برضو السرعه القياسيه. طيب انا كده عرفنا كل الامثله بتاعت الكميات المتجهه والكميات الايه القياسيه. نقدر نحل ايه السؤال اللي جالنا وقال لنا ايه. عندي من الكميات القياسيه الفيزيائيه القياسيه بيقول لك نصف القطر والايه والمساحه. 2 الزمن والقوه. طبعا الزمن دوت من الكميات القياسيه، اما القوه من المتجهه. الكتله والازاحه عندي برضو الكتله من القياسيه، اما الازاحه من المتجهه. عندي العجله من الايه المتجهه، والسرعه المتجهه برضو من المتجهه. لكن هيكون الاجابه مين؟ رقم 1 اللي هو نصف اقول له نصف القطر والمساحه. ده كده لما يجي يقول لنا عن الكميات القياسيه. طيب نخش على السؤال اللي بعده. قال لي وضعت عدسه في مسار اشعه الشمس فتكونت صوره حقيقيه مصغره جدا، تمام، على بعد 20. يبقى قال لي المسافه بتاعتها كام؟ اللي هي النق 20 من المركز البصري. طيب فاذا استخدمت نفس العدسه للحصول على صوره حقيقيه مقلوبه مكبره، نفس العدسه دي هي هستخدمها بس حقيقيه مقلوبه مكبره، تمام. قال لك فانه لابد من وضع الجسم على بعد من المركز البصري بيساوي كام؟ طيب لازم الجسم يكون على بعد كام؟ قال لي لازم الجسم يكون بين ال 20 وال 40. ليه 40؟ علشان طبعا بتكون مكبره ودي مصغره، يبقى هيكون بي منهم اللي هي ال 30. يبقى بين ال 20 وبين ال 40 هيكون ال 30، تمام. دي كده الاجابه رقم 4. قال لي وضح بالرسم ظاهرة العبور ثم اذكر دورها في اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد. احنا عارفين ان ظاهرة العبور بيكون فيها اقول له بيكون فيها تنوع في الصفات الوراثية للكائن الحي. بيبقى فيها تنوع الصفات الوراثية لمين؟ للكائن الحي. دي كده ظاهرة العبور. طب الرسمة نرسم الرسمة ازاي؟ اول حاجة عندنا عشان الولاد كتير ما بيعرفوش يرسموها، هنعمل حرف الاكس يا جماعة اهو، حرف الاكس، وهنا بنعمل بيكونوا الاتنين مقربين من بعض، تمام. ده كده اول رسمة. وبعد كده بتظللي او بتظلل الجزئية دي كده. طبعا دول كده خيوط، اللي كل واحد خيط من خيوط الكروماتيدات. طيب وهنا قلنا اللي بتبقى في النص دوت اللي هو السنترومير، ده اللي بيبقى في ماسك ماسك الخيوط دي. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لها. هنا حصل اندماج بين الاتنين مع بعض، بين الخيطين مع بعض، تمام. وبعد كده المرحلة الثالثة خالص، آخر مرحلة اللي هي كانت اتبدلت الكروماتيدين مع بعض، ده اتبدل مع ده وده اتبدل مع ده. يعني أنا أهم حاجة عندي إن أنتوا تكونوا فاهمين إن هي بتعمل على على تنوع المادة الوراثية للكائن الحي، تمام. ده كده ظاهرة العبور. عندنا السؤال بيقول لك اعتمد فريد هويل على على حقيقة علمية لوضع تصوره في نشأة المجموعة الشمسية، اللي هي أول حاجة عندنا الحقيقة العلمية اللي هو اعتقدها فريد هويل، اللي هي النظرية الحديثة. قال لي الحقيقة ديت اللي هي عبارة عن دي عبارة عن انفجار النجوم. طب تعالوا نشوف الأول هي أهم الفروض اللي هو فريد هويل قالها لنا. أول حاجة هنقول إن هو كان بيدور بالقرب من الشمس، تمام، نجم آخر، يعني كان بيدور أدي الشمس، وكان بيدور منه نجم تاني قريب من الشمس طبعا. وبحكم الجاذبية اللي حصل انجذب طبعا لمين؟ لنجم الشمس، دي تاني حاجة. وبعد كده ينفجر النجم ده، ولما انفجر
اللي حصل له ادى الى ايه؟ ادى الى تبريد وانكماش، يعني ايه اتبرد يعني برد وايه وانكمش وبعد عن ايه؟ عن الشمس، واتكونت الكواكب الايه الحاليه اللي احنا ايه فيها. ده كده اللي هي النظريه بتاعت مين؟ بتاعت ايه؟ النجم الايه العابر. عفوا، دي النظريه بتاعت الايه الفريد هويل اللي هي الايه النظريه الايه الحديثه. تعالوا بقى مع بعض نشوف اخر سؤال. قال لي قارن بين طول النظر وقصر النظر. نقارن، وانا كنت قارنت في الايه النموذج الاولاني معاكم قبل كده بين طول الايه النظر وقصر الايه النظر. تعالوا نشوف من حيث كل حاجه، التعريف والعدسه وكل حاجه. طب هو دلوقتي قال لي ايه؟ قال لي انا عايز سبب حدوث كل منهم ونوع العدسه المستخدمه. لو انا قلت له دي هي هقول لكم بقى ايه بالتفاصيل عشان تبقوا فاهمينها وايه وعارفينها كويس قوي. لو جالنا التعريف نبقى عارفين التعريف بتاعه. اقول له ده ايه؟ عيب بصري يؤدي الى رؤيه الاجسام البعيده بوضوح عشان ده طول النظر، والقريبه مشوهه لان هو مش شايفها. تاني حاجه عندي الايه قصر النظر، برضو عيب بصري يؤدي الى رؤيه الاجسام القريبه علشان قصر يعني بيشوف الحاجه القريبه بوضوح، والبعيده هي الايه المشوشه. طيب تعالوا نشوف هنا عندنا كمان ايه تاني. ده كده اول حاجه التعريف. هنا عدسه انا قلت لكم في الايه النموذج الاولاني قاف قاف يعني ايه؟ قال لي دي هتحتاج العدسه مقعره. يبقى عندي العدسه المقعره هتحتاجها في قصر الايه النظر، اما العدسه المحدبه هتحتاج في طول الايه النظر. طب عندي كمان سبب حدوث كل منهم. سبب حدوث طول النظر اقول له ده ايه؟ ده نقص تحدب سطحي العدسة، يا إما أكتب نقص قطر كرة العين هي. طب هنا طالما قال لي في الطول في نقص يبقى في القصر في إيه؟ في الزيادة. برافو عليكم. يبقى زيادة تحدب سطحي الإيه العدسة، أو زيادة قطر كرة الإيه العين. يا اما اقول كرة العين يا اما اقول تحدب العدسة، هي الاجابة صح. بس اللي انا عايزاه اعرفه لكم ان في نقص ده بيكون طول ايه النظر، اما الزيادة بيكون في قصر الايه في قصر النظر. وبكده اكون خلصت معاكم النموذج الايه التاني. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده، وان شاء الله باذن الله. اللي عايز اي حاجه يا جماعه، انا عامله الموضوع ده عشان خاطر انتوا عارفين الظروف اللي احنا فيها، واللي مش قادر ياخد دروس انا بشرح لكم بالتفاصيل. ولو حد عايز حاجه يكتب لي على الايه على التعليقات وانا هتابعكم، واللي عايز سؤال يكتبه لي وانا هجاوب عليه. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله.